السلام ورحمة الله أخت سناء. اهلا خديجه. كي دايرة انتيا والدكتور عماد وجميع أصوات. أنا كلشي راني كيسلم ساكنة عليك، أصوات. العائله الاصوات كامله كتسلم عليك خديجه. كي دايرين بخير أختي؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضلي، شنو السؤال ديالك؟ أختي السؤال ديالي هو اللي قال هاد العصب في المعدة اييه وعطاني دابا سميتو قيدتهم. اييه اختي وعاشق من الحاجة الباديان والمهم كلشي كبيره، قيدتو. عاشق كبيره. أي عاشق كبيرة نطحنهم ما عرفتش كيفاش نستعملهم. غادي بعد ما نطحنهم نعاودو نشرحو لك الطريقه، ماشي مشكل. انت غادي تطحنوا، المهم غتخلطيهم كاملين وغيتطحنوا مزيان. حيت انا ما كنبغيش نقول لكم خذوهم مطحونين، حيت كاين بزاف ديال الغش في هذا الموضوع. ناخذوا الحاجه صحيحه ونطحنوها قدامنا. اذا غنمشي عند داك العطار اللي كنتعامل معاه ديما اللي كيعرفني، وغادي نجمع هاد المكونات ونديرها عنده تطحن مزيان. نعاودو نذكروا بالمكونات دكتور عماد، الله يجازيك بخير. اذا غناخذوا مرد الدوش، معلقه كبيره مرد الدوش، الباديان، الخروب والنبق. غادي نخلطوهم معلقه كبيره. نعم، كلهم غادي يتخلطوا ويتطحنوا. انا كنعطي معلقه كبيره، يعني الا بغينا ناخذوا كميه كبيره كنزيدوا هذاك الكميه يكونوا كنضربوا قد. نعم، وكنطحنوهم. ملي كيتطحنوا كيتغربلوا مزيان، راهم مخلطين، كنخلطوهم مزيان صافي. وكديرهم في شي قريعه اللي كتكون مسدوده ديال الدجاج، وكتولي كتاخدي نص معلقه صغيره قبل الماكله بنص ساعه. اذا نص معلقه صغيره قبل الغداء، قبل الفطور، قبل الغداء وقبل العشاء صافي. وكتبقاي كداومي عليها، واخا انك تداومي عليها مده طويله ماشي مشكل، ما عندها حتى شي مضره على المعده ديالك ولا على الذات ديالك. شكرا يا دكتور، الله يجازيك بخير.